تخيل انك واقف على شط شكله عادي جدا، شط ممكن في يوم من الايام تروح تقضي فيه اجازة مع اصحابك وعيلتك، لكن فجأة المكان ده يتحول لمسرح جريمة جماعية. بنات لسه في عمر الظهور، احلامهم بسيطة جدا، بيحلموا بمستقبل كويس علشان يساعدوا اهاليهم يعيشوا حياة عادية، لكن بدل ما يرجعوا من الرحلة بيضحكوا وبصور لذكريات بتجمعهم رجعوا في توابيت. النهارده هحكي لكم عن القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات اللي تسبب في غرق 7 بنات من طلاب أكاديمية خاصة، واللي خلت الناس كلها تسأل مين المسؤول عن الكارثة دي، وهل الشاطئ ده ملعون زي ما ناس كتير بتقول، ولا ده مجرد إهمال وغباء بشري. القضية بدأت في محافظة سوهاج. مجموعة من البنات معظمهم في بداية العشرينات بيدرسوا في أكاديمية خاصة في مجال الضيافة الجوية. الأكاديمية دي بتنظم رحلات تدريب عملي في الصيف، بياخدوا الطلاب لرحلات على البحر بحجة التعليم والمنشطة علشان الحالات اللي هم بيعملوها. اليوم ده كان المفروض يكون رحلة عادية جدا. البنات صحيوا من الفجر، حضروا شنطهم، ركبوا الأتوبيس بتاعهم اللي واخدهم المفروض من سوهاج لحد مطروح. اغلبهم اصلا اول مره يطلع بره سوهاج وينزل شاطئ. بعد سفر طويل جدا وصلوا اخيرا، بس كانت الوجهه شاطئ ابو تلات في العجمي في اسكندريه بدل مطروح. ايه اللي خلاهم يروحوا اسكندريه؟ ما نعرفش. المنطقه شكلها عادي جدا، بحر واسع، رمله صفراء، والجو صيف وحر، لكن في حاجه محدش ركز فيها. الرايه الحمراء كانت مرفوعه، علامه واضحه ان البحر خطر والسباحه ممنوعه. المنقذين اصلا كانوا محذرين من 3 ايام ان الموج عالي والتيارات قويه، لكن للاسف محدش اهتم بكل ده. المشرفين من الاكاديميه قرروا ينزلوا البنات في الميه، يمكن من باب الترفيه، من باب الاستهتار، او يمكن علشان يملوا يومهم بالانشطه اللي محدش كان فاهم هي المفروض هيعملوا ايه في اسكندريه، لان واجهتهم كانت مطروح مش اسكندريه. واحده من الطالبات قررت تنزل الاول، الموج شدها لجوه، بدأت تصرخ وتقول الحقوا. زملائها بقى بحكم الفطرة والطيبة نزلوا وراها علشان ينقذوها. بدل ما تكون محاولة إنقاذ اتحولت لفوضى، أمواج عالية، تيارات قوية، وصوت صرخات وسط صوت البحر. 7 بنات اتسحبوا، أجسادهم الصغيرة مش قادرة تواجه قوة الطبيعة، وفي لحظات الساحة كلها اتقلبت من هزار وضحك لصوت صراخ وبكاء عالي. وده كان مجرد بداية الكابوس، لسه في تفاصيل أبشع عن اللي حصل بعدها. شهادات النجين، صدمات الأهالي، غضب الناس في سوهاج اللي قلب الدنيا بعد الكارثة. المشهد ده بعد لحظات من الكارثة كان صعب يتوصف. الناس على الشط جريت ناحية المية، أصوات استغاثة، المشرفين الأكاديميين مرعوبين ومش قادرين حتى يتصرفوا. المنقذين حاولوا ينزلوا بسرعة، لكن الأمواج كانت قوية جدا وكانت أقوى من أي محاولة. واحد من الصيادين في المنطقة قال المكان ده معروف إنه خطر، اي حد يدخل فيه بيتسحب لجوه. البنات اللي كانوا على البر واقفين كانوا مذهولين وبيصوتوا على اصحابهم وهم بيتخطفوا قدام عينيهم ومش قادرين يعملوا لهم حاجه. دقايق قليله كانت كفيله انها تغير كل حاجه. 7 ارواح راحت في البحر، واحده ورا واحده. واحده اسمها ندى كانت على وشك تكون التامنة. ندى حكت قصتها بعد ما طلعت من البحر. انا كنت بنزل مع البنات، فجاه لقيت الميه بتشدني لتحت، كنت بموت بجد. سمعت صرخات حواليا وصوت واحدة من صحباتي بتنادي عليا، لكن الموج غطاني وصوتها آخر حاجة فاكراه إنها فقدت الوعي، وصحيت لقيت نفسي على الرمل والناس حواليا بتحاول تفوقني. لما فتحت عيني أول مرة، أول سؤال جه في دماغي فين صحابي؟ اللحظة دي كانت بداية الصدمة الحقيقية. الضحايا كانوا 7 بنات في عمر الورد، انتقلت جسامينهم على مستشفى مبرة العصافرة. الاهالي اتبلغوا تعالوا اسكندريه فورا علشان تاخدوا جثث بناتكم. تخيل معايا ان اب او ام جاي من سوهاج وهو فاكر ان بنته في رحله تعليميه، فجاه يتقال له البقاء لله. في جنازات البنات الصراخ والبكاء ملا الشوارع، سوهاج كلها نزلت تعزي. الناس قالت ازاي بناتنا يروحوا يتعلموا ويرجعوا لينا جثث. لكن الموضوع ما وقفش عند الحزن بس، الغضب كان بيغلي.
لما اهالي سوهاج عرفوا ان الاكاديميه هي اللي ودت البنات شاطئ ممنوع ينزلوا فيه واسكندريه بدل مطروح، الدنيا اتقلبت. ناس كتير قالوا اللي حصل مش قضاء وقدر بس، ده اهمال واضح من الاكاديميه. وفي لحظه من الغضب الشديد مجموعه من الاهالي والطالبات راحوا على مقر الاكاديميه في سوهاج. المشهد هناك كان انفجار حقيقي، الناس كسروا اليافطة وحطموا الكراسي والمكاتب وحولوه لمكان فوضى. واحد بقى من الاهالي صرخ وقال احنا ودينا عيالنا يتعلموا مش نرجعهم في اكفان. الموضوع خد صدى كبير جدا، الكارثة ما بقتش مجرد حادثة غرق عادي، لانها بقت قضية رأي عام. الناس بقت تسأل ازاي اكاديمية تسمح بكده؟ فين المسؤولين وفين الرقابة؟ وسؤال تاني بدأ يطلع، هل شاطئ أبو تلات نفسه ملعون ولا الحكاية كلها بتتلخص في كلمة إهمال؟ بعد الكارثة دي ما حصلت الناس لسه في صدمة، وبدأت أسئلة تتقال، هو مين المسؤول؟ هل دي كانت مجرد اسم ونصيب ولا في إهمال واضح؟ محافظة اسكندرية ما سكتتش وطلعت بيان سريع قالوا فيه إن شاطئ أبو تلات من أيام مرفوع عليه الراية الحمراء، وإن النزول ممنوع بسبب الموج العالي والتيارات القوية. يعني باختصار أي حد يدخل المية في الوقت ده بيكون بيعرض نفسه للخطر. طيب إزاي البنات دول نزلوا؟ ومين اللي سمح لهم ينزلوا؟ التحقيقات الأولية كلها وجهت أصابع الاتهام للأكاديمية. المشرفين اللي كانوا مع البنات اتقال إنهم تجاهلوا تحذيرات المنقذين ونزلوا الطالبات البحر بالإجبار. النيابة دخلت على الخط، استدعوا مسؤولي الأكاديمية والمشرفين علشان يسمعوا أقوالهم. الموضوع اتفتح قدام الرأي العام كله، بقى الناس في كل حتة بيتابعوا هل فعلا الأكاديمية غلطت ولا في طرف تاني يتحمل المسؤولية. المحافظ أمر يقفل الشاطئ مؤقتا وقال لازم يتعمل تحقيق شامل، لكن الناس كانت شايفة ان ده مش كفاية. في الشارع وفي السوشيال ميديا الأصوات ارتفعت، مش معقول كل شوية حوادث غرق والناس بتموت كده وخلاص. في ناس بقى بدأوا يتكلموا ويقولوا ان شط ابو تلات ده نفسه مشؤوم، مكان كل سنة بيحصل فيه غرق وارواح بتضيع. لكن في المقابل ناس تانية قالت يا جماعة دي مش لعنة ولا حاجة، ده اهمال بشري واضح، الراية كانت مرفوعة والتحذيرات موجودة، ومع ذلك في ناس بتتجاهل كل ده. وفي النص ما بين الكلام عن الشاطئ الملعون والكلام عن الإهمال ظل السؤال الأهم معانا، مين اللي هيتحاسب على دم البنات؟ من بعد الحادثة الناس بدأت تربط اسم أبو تلات باللعنات والأساطير. اللي عايشين في المنطقة نفسهم بيقولوا إن الشط ده من زمان معروف إنه بياخد الأرواح، كل سنة تقريبا بيحصل فيه غرق وأعداد كبيرة، مش فرد ولا فردين. في صياد كبير في السن من أهالي العجمي قال المكان ده مش طبيعي، الموج فيه غدار والتيارات تحت سطح المية بتسحب الواحد لتحت وكأن البحر نفسه عايز يبلعه. في كمان قصص بتتقال عن ناس كانوا بيغوصوا أو نزلوا واتسحبوا بيختفوا فجأة وجثثهم ما بتتلاقاش غير بعد أيام أو ما بتتلاقاش خالص. علشان كده اتسمى عند البعض بشاطئ الموت. الرايات الحمراء بتترفع كتير هناك والمنقذين دايما بيحذروا الناس، بس المشكلة ان في ناس بتتحدى التحذيرات دي او مش بتاخد الموضوع بجدية. وفي كمان شوية معتقدات شعبية، ناس بتقول الشط ده ملعون من زمان وفي سفينة غرقت قبلها بسنين وارواح الغرقى لسه موجودة بتسحب اي حد ينزل لحد دلوقتي. طبعا علماء البحر والمتخصصين بيردوا على الكلام ده ويقولوا الموضوع مش لعنة ولا اي حاجة يا جماعة، دي طبيعة جغرافية للمكان، في تيارات قوية بتسحب لتحت وأرضية البحر هناك عميقة ومليانة دوامات. لكن الحقيقة اللي محدش يقدر ينكرها إن سمعة أبو تلات بقت مرعبة، مجرد ذكر اسمه بيخلي الناس تفكر في الغرق والجثث والصرخات اللي كل شوية بتطلع. والكارثة الأخيرة بتاعت البنات من الأكاديمية زودت الصورة دي بشكل أكبر. الناس بقت بتسأل هو ليه لحد دلوقتي الشط ده مفتوح اصلا، وليه مفيش رقابه بتمنع اي حد ينزل مهما كان؟ وطالما هو معروف ان هو خطر للدرجه دي ليه مش بيتقفل بشكل نهائي لحد دلوقتي؟
بعد ما الحكايه اتكشفت للناس بقت الكارثه دي حديث كل بيت. الناس اتقسمت في الرأي، في اللي بيحمل الأكاديمية كل المسؤولية وفي اللي شايف إن الحكومة والرقابة كان ليها دور. بالنسبة للناس اللي هاجموا الأكاديمية قالوا إزاي يتجاهلوا الراية الحمراء، إزاي يخلوا بنات في العشرينات ينزلوا بحر خطر بالشكل ده، وإزاي أصلا الرحلة التعليمية تتحول لنزول شاطئ من غير أي تجهيزات أمان أو خطة إنقاذ. لكن بالنسبة للناحية التانية ناس كتير شايفة إن الحكومة نفسها مش بريئة، لأن الشط معروف إنه خطر جدا ومع ذلك لسه مفتوح. طيب لو في مكان بالشكل ده ليه ما يتقفلش بشكل نهائي بدل ما يتحول لمقبرة كل صيف؟ الموضوع اتحول لقضية رأي عام، الصحف والقنوات اتكلمت والسوشيال ميديا ولعت على الآخر. الصور اللي خرجت للبنات قبل الغرق وبعده أثرت في قلوب ناس كتير. كل واحد بقى يسأل نفسه ممكن بكرة الدور يبقى على ابني أو بنتي لو راحوا رحلة شبه دي. النيابة بدأت التحقيقات وسحبت أوراق الأكاديمية، والمحافظ نفسه اتكلم وقال لازم يبقى فيه تشديد ورقابة على الشواطئ. لكن وسط كل ده الأهالي كانوا واضحين، احنا مش عايزين بيانات رسمية، احنا عايزين حق بناتنا. اللي حصل خلى موضوع شاطئ أبو تلات يخرج من مجرد حادثة غرق ويبقى فضيحة إهمال على كل المستويات. أكاديمية بتستهل بالأرواح، شاطئ خطر مفتوح و7 أرواح راحت ضحية التسيب ده. والأصعب من كل ده إن الناس لسه مش شايفة حل واضح. هل الأكاديمية هتتقفل؟ هل الشاطئ هيتقفل؟ هل المسؤولين هيتحاسبوا ولا الموضوع هيتنسي زي مئات القصص اللي اتكررت قبل كده؟ بالنسبة لأهالي البنات اللي راحوا في الوضع مأساة أكتر. أم فقدت بنتها الوحيدة وأب كان بيقول كنت بحلم أشوفها طيارة رجعت لي في صندوق. الكلام ده وجع بلد بحالها، مش بيت ولا اتنين. في سوهاج الحزن معشش في كل شارع، كل حد كان حاسس ان المصيبة طالت بيته هو شخصيا. الناس بقت تمشي في الجنازات تقول النهارده دول بكره ممكن يكونوا ولادنا. يعني الكارثه ما خدتش بس ارواح البنات، دي كمان اخدت معاهم جزء من ثقه الناس في التعليم والرحلات والمسؤولين. الموضوع كمان بقى ليه اثر اجتماعي كبير، الناس بقت اكثر حذر واكثر غضب. اي اهمال بعد كده بيتشاف على انه ممكن يكرر نفس المأساة. الغريب ان بدل ما الرحله تسيب ذكرى حلوه اتحولت لجرح غائر في قلب محافظه كامله، جرح لسه بينزف ولسه السؤال بيتكرر، مين هيرجع حق البنات ومين هيلم كسرة قلوب الامهات والاباء؟ في النهاية اللي حصل في شاطئ أبو تلات مش مجرد حادثة غرق عابرة، ده بقى علامة استفهام كبيرة. هل البحر هو غدار ولا إحنا اللي مستهترين بأرواحنا وبأرواح ولادنا؟ الناس لحد النهاردة بتقول شاطئ ملعون، أي حد ينزل فيه مصيره الغرق، وناس تانية بترد اللعنة الحقيقية هي الإهمال مش البحر. اللي محدش يقدر يجاوب عليه هو هل الكارثة دي هتكون الأخيرة ولا الصيف الجاي هنسمع عن ضحايا جديدة في نفس المكان؟ بالنسبة للأهالي اللي في سوهاج لسه لحد دلوقتي بيدوروا على حق بناتهم. المجتمع كله لسه متأثر ومش قادر ينسى، والبحر لسه هناك بنفس الموج بنفس التيارات وكأنه مستني الضحية الجاية. سؤالنا اللي بيسيبنا في النهاية، هل هيتحاسب حد ولا أبو تلات هيفضل شاطئ الموت شاهد على إهمال بيتكرر وضحايا بتروح من غير ما حد يتعلم؟ أنا محمد أنور ودي كانت حلقتنا النهاردة من أبعاد تانية. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. استنوني في حلقات جاية من أبعاد تانية. مع السلامة.